بتاع الشيخ الازهر مهم قوي. ابرز بنود قانون ابو حامد لعزل الشيخ الازهر وتحجيم دوره: ماده 2، شيخ الازهر تحدد مده ولايته ب6 سنوات، ويجوز اعاده انتخابه بعد انتهاء ولايته لمره واحده فقط. ماده 5، في حاله اخلال شيخ الازهر بواجبات وظيفته، تخيل السفاله، يعني عمل ايه؟ يعني شيخ الازهر هيخل بواجبات وظيفته ازاي يعني؟ يحال الى لجنه تحقيق، تخيل. وتعد تقريرا بناء على ذلك، اما بتبرئه ساحته او بادانته، مع اقتراح احد الجزاءات التاليه: سفاله، الانذار يا سفله، اللوم يا وطين، عدم الصلاحيه يا كلاب. ويعرض هذا التقرير على هيئه كبار العلماء، ويتخذ فيه القرار باغلبيه الثلثين. دي يعني تقريبا ابرز المواد اللي محمد ابو حامد عايز يحطها في القانون. منها ماده 8، يعين رئيس الجمهوريه امام وخطيب الجامع الازهر من 3 ترشحهم هيئه كبار العلماء. يحدد المجلس الاعلى للازهر الموضوعات اللي بتتناولها خطب الجمعه بالجامع الازهر. تحدد اللائحه التنفيذيه لهذا القانون الانشطه والفعاليات الدينيه والعلميه والاجتماعيه والثقافيه للجامع الازهر. في ماده ثانيه يا جماعه، ماده 10، يكون للازهر مجلس اعلى يسمى المجلس الاعلى للازهر برئاسه شيخ الازهر، وعضويه كل من وزير الاوقاف، مفتي الديار المصريه، نقيب الساده الاشراف، شيخ مشايخ الطرق الصوفيه، وكلاء الازهر، رئيس جامعه الازهر، نواب رئيس جامعه الازهر. 2 من اعضاء هيئه كبار العلماء، 2 من اعضاء مجمع البحوث الاسلاميه، الامين والقضايا الاجتماعيه والسياسيه. ال5 شخصيات دول على فكره عادي ممكن يبقى بينهم اقباط او ملاحده يعني، او بلا اديان، عادي يعني. 5 شخصيات، لا خليني في 5 شخصيات علميه يعني مهتمه بالتراث اهو. 5 شخصيات عامه يعينهم رئيس الجمهوريه من المهتمين بالتراث الاسلامي، عادي يعني. انت ممكن تجيب مستشرق على فكره، او حد من فنون تطبيقيه، وتحطه في المجلس الاعلى للازهر، ايه المشكله يعني؟ وممكن تجيب مثلا مصمم رقصات شعبيه. انا بكلمك جد، مش هزار يعني، اللي بقول لك ده مش هزار. ممكن تجيب واحد مصمم رقصات شعبيه ويبقى عضو المجلس الاعلى للازهر. مع احترامنا للرقصات الشعبيه ما عنديش مشاكل يعني، بس انا بكلمك ان ال5 شخصيات دول عامه، فهم احرار بقى يعني. تجيب اي حد وتحطه. خلينا ناخد الماده 17، تنشأ بالازهر هيئه تسمى هيئه كبار العلماء، بيرأسها الشيخ الازهر، وتتألف من عدد لا يزيد عن 50 عضو. يكون للهيئه امين عام يصدر رئيس الجمهوريه. بص، الامين العام حتى اللي يعينه رئيس الجمهوريه بتعيينه او ندبه قرارا من بين 3 مرشحين يرشحهم الازهر. يتولى تصريف الشؤون الماليه والاداريه للهيئه، ويكون مسؤول عن اعداد جدول اعمالها ومتابعه تنفيذ ما تصدره. الحقيقه الامين العام ده مهم جدا. ليه بقى؟ لان الامين العام ده هو المسمار اللي هيتحط في الموضوع ده لو تنفذ يعني. بمعنى هو بيقول لك يجوز ندبه يعني، لا لسه في ماده ثانيه على يجوز ندبه يعني ايه؟ يعني ممكن نجيبه مثلا من الشؤون الماليه في الازهر، ده غير الخونه التانيين. ماده 41، يتم فصل الكليات العلميه والادبيه عن جامعه الازهر، وتخضع لاشراف المجلس الاعلى للجامعات، ويسمح فيها بدخول الطلبه والطالبات بدون تمييز ديني. خلاص طالما هي ما بقتش كليات ازهريه يعني، هتخش بقى المجلس الاعلى للجامعات العادي، وهتبقى تبع المجلس الاعلى للجامعات، وما بقى يخشها اي طالب. على كل حال، النهارده اللجنه الدينيه فيما يسمى البرلمان او وكاله الحمير رفضت المشروع ده، لكن 200 عضو من الحمير ماضوا عليه، يعني موافقين لطرحه. بس في النهايه انا عايز، عشان اخش عنوان تاني سريعا، عايز اقول لك على ملحوظه بس. هو يبدو ان القرار بيجي من عند فتح السيسي، مش يبدو، ده الاكيد. وعبال ما ينزل لبقيه البهايم اللي تحت وسلاح الدببه